أوصيكم إخواني بالقدس والأقصى هي الكلمات الأخيرة التي أراد أن يفارق بها الشيخ رائد صلاح الحرية، وهو يتهيأ اليوم لبدء تنفيذ حكم السجن 9 أشهر قضت بها عليه محكمة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة التحريض على العنف والتحريض ضد الاحتلال في خطبة له قبل عدة سنوات في مدينة القدس المحتلة. مين هو الاحتلال الإسرائيلي؟ لا أقول سطر من تاريخ المسجد الأقصى. مين هو؟ لا يساوي حرف مبني على السكون من تاريخ كل المسجد الأقصى. مين هو؟ الشيخ رائد بدا كعادته مبتسما وملوحا لحشود الآلاف من الفلسطينيين بأنه سيخرج من السجن منتصرا، وكل الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال بحقه لن توقف طريقه في الدفاع عن المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك. رائد صلاح أو شيخ الأقصى كما يلقب هو رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة منذ عام 96 900 وألف. ولد في خمسينيات القرن الماضي في مدينة أم الفحم، ويعد من أشهر الشخصيات السياسية وأبرزها مواجهة للسياسات العدائية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. مين هو الاحتلال الإسرائيلي؟ مين كل الاحتلالات اللي سبقته؟ مين هي؟ كلهم جرهم غباؤهم أن يحاربوا الله. ترأس بلدية أم الفحم 3 مرات تلاها انتخابه رئيسا لجمعية الأقصى لرعاية المقدسات الإسلامية، ويعتبر أول من أماط اللثام عن الحفريات أسفل المسجد الأقصى. كان الشيخ رائد ولا يزال صوتا أزعج الاحتلال بكشفه لمخططاته التهويدية، متخذا من خطب الجمعة منبرا لإيصال صوت المقاومة والصمود والوقوف بشدة أمام المحتل، حيث تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة خلال هبة أكتوبر من عام 2000 ليمعن العدوان الإسرائيلي في تقييده بمنعه من السفر خارج البلاد، ثم غادر بعدها إلى بريطانيا، وعند عودته إلى مسقط رأسه أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله. فبين المنبر والسجن وقاعات المحاكم أوقف الشيخ رائد حياته في كشف دسائس المحتل وإيصال صوت المقاومة من الداخل إلى باقي الأراضي المحتلة في الضفة والقطاع، مرابطا بصوته عند أسوار القدس وأبواب الأقصى.